السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت امبارح ناوي اعمل لايف طويل شوية. كنا هنعلق على المباراة بتاعة الأهلي، وكنا هنعلق على الأداء اللي مش حلو، وكنا هنتكلم عن بعض الأشياء المهمة في ما يتعلق بتكسير المدرجات بتاع الزمالك والشتيمة بتاع جمهور الإسماعيلي. كنا هنعلق على حاجات كتيرة امبارح، بس للأسف امبارح حرارة التليفون راحت، فالنت عطل يعني. لكن النهارده انا طالع اتكلم بس في حاجه واحده، ممكن مش هطول فيها خالص. تخيل معايا لما يبقى في مذيع بيذيع مباراه ما بين فريقين مصريين، وداخل حارس مرمى هيصد ضربه، هيلعب على ضربه جزاء او في ضربه جزاء تشاط عليه، فالمعلق يقول يا سلام لو فلان الفلاني يصد ضربه الجزاء. طبعا امبارح الكلام ده حصل من المعلق المزعج بلال علام. بلال علام معلق مزعج، يعني انت لما تيجي تحب انك انت توصفه، في معلق رغاي، في معلق يعني محلل كوره، في معلق ممتع، في معلق تقليدي، في معلق نايم. لا، بلال علام ينطبق عليه مفهوم المعلق المزعج. بلال علام امبارح كان بيمني نفسه ان عماد السيد يصد ضربه الجزاء اللي تصدى ليها امبارح عمرو السولية وسجل بيها الهدف الثاني. الحمد لله يعني ضمنوا للنادي الاهلي امبارح 3 نقط مهمه في مشوار الدوري، بشكل يعبر عن الاتيتيود بتاع قناه اون تايم زمالك سبورت. طبعا تخيل معايا لو اني الكلام ده حصل مع الزمالك، بالتاكيد كان هيبقى في رغبه عارمه من اعلام الزمالك لطلب راس بلال علام، والمفروض ان بلال علام ما يعلقش مره تانية. مش هقول على الزمالك ده قد يرفض من القناه نهائيا. طبعا اللي حصل امبارح من هذا المعلق المزعج بيؤكد وجهة نظرنا في الاعلام اللي موجود حاليا، وللاسف الشديد بقى ماشي في اتجاه واحد، اتجاه ابيض بخطين حمر للاسف الشديد برضو. وللاسف برضو الشديد ان الموضوع تجاوز الحدود بطريقه سافره، لان ببساطه ما فيش حد بيعاقب اي حاجه تحصل متعلقه بالنادي الاهلي. يعني ما يحدث للنادي الاهلي فذنبه مغفور، بس هي دي الفكره. يعني هم ما دام خلاص وصلوا لدرجه انه تيقنوا من ان ما فيش عقوبه، طبيعي جدا ان هم هيسيئوا الادب. وللاسف الشديد احنا ماشيين في السكه دي للاسف بشكل مزعج جدا بالنسبه للجمهور، وما بقاش في امل عند الجمهور ان اي حاجه تتعدل. لسه عندنا بالليل ان شاء الله، ربنا يسهل النهارده الواحد يقدر يعمل اللايف ده. عايزين لسه نعلق عن مشاكل الجماهير اللي لسه حضرتك ما طلعش فيها قرار، وازاي الجماهير بتاعه الزمالك والاسماعيلي لحد دلوقتي ما تعاقبتش، ولحد دلوقتي ما حدش اتكلم في اي عقوبه ممكن تتم عليهم. لان ببساطه اصلا هتعاقب مين لما انت اصلا بتدخل اعداد اكبر من الاعداد اللي المفروض النادي يدخلها؟ فانت هتعاقب مين اصلا؟ يلا ما علينا، ان شاء الله بالليل نتقابل ونتكلم باستفاضه في كل هذه الامور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.